شايفين العجينة القمر اللي انتوا شايفينها دي؟ تعالوا بقى نطلع منها كل الحاجات الحلوة اللي احنا هنعملها مع بعض دي. ميني ساندوتش، ميني بيتزا، كل حاجة هنطلعها من كيلو دقيق واحد بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده غير بقى اللي اتاكل كمان وهو سخن لسه طالع من الفرن. شايفين ده كده ميني ساندوتش بيبص جبنة كده، الحشو بتاعه تركي وروز بيف. وكمان عاملة حشوة تانية فراخ مشوية مع جبن تجنن. بصوا الفيديو ده طلب مني كتير جدا، واغلب اللي طلبوه هم الناس اللي بيشتروا مني المخبوزات. فتعالوا بقى ننزل بالطريقة على طول. اول حاجة عندي هنا كيلو دقيق بيتزا، او نقدر نستخدم دقيق متعدد الاستخدامات. كوباية مية دافية عليها معلقتين سكر وكيس خميرة، هدوبهم مع بعض واركنهم شوية لحد الخميرة ما تتفاعل. في الوقت ده هجهز بقية الخليط بتاعي او المكونات. هنزل بقى بكيلو الدقيق في بولة كده بالشكل ده، وعليه رشة ملح ومعلقة زعتر صغيرة، وهنزل عليهم ب4 معالق كبار لبن بودر، ومعاهم كده معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة عسل نحل، معلقة خل، وعلبة زبادي كبيرة أو علبتين زبادي صغيرين. وهقلب كل الحاجات دي مع بعضها بالشكل ده. وهنا خلاص كان الخميرة اتفعلت معايا، هنزل بكوباية المية على العجين وابدأ أعجن كويس جدا مدة ما تقلش عن ربع ساعة. كل ما عجننا كويس كل ما ادتنا نتيجة كويسة جدا. وهنضيف كمان كوباية مية دافية او لحد العجينة ما تتلم معانا وما تكونش محتاجة مية، وده بيكون على حسب نوع الدقيق ده بياخد كوبايتين مية. في نص الوقت كده هنزل بمعلقتين زيت، وهفضل اعجن فيها كمان شوية. واول ما تلم معايا كده خلاص والعجينة تمام وعدى الربع ساعة عجن، هبدأ بقى ان انا اغلفها بالزيت من على الوش واسيبها تخمر بقى. هغطيها بستريتش راب وكمان فوطة واسيبها في مكان دافي لحد ما تتخمر. هنسيبها بقى لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. مش هقولكوا على الوقت، لكن الجو ساقع فممكن نسيبها اكتر لحد ما تدينا الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. في الوقت ده بقى تعالوا نعمل صوص البيتزا الخطير. مية كده على النار، وهبدأ اعمل علامة اكس كده في الطماطم، وهحطها في المية دي لحد ما تستوي والقشرة تفصل منها بالشكل ده. تعالوا بقى نقشرها، وفي الخلاط على طول هننزل بالطماطم ديت اللي احنا قشرناها، وعليها معلقة ريحان فريش او مجفف، وبصل باودر، توم باودر، بابريكا، شوية ملح، رشة بسيطة كمون، فلفل اسود، وبس على كده. نخلطهم كويس جدا، وكده صوص البيتزا جاهز معانا. هنركنه بقى على جنب عشان لازم يبرد قبل ما نشتغل بيه. تعالوا بقى نجهز الحشو اللي مشترك معانا في كل حاجة. الجبن، كيس جبنة موتزاريلا على كيس جبنة ميكس، شوية فلفل ألوان، شوية زيتون، ونقلب. الحشوة دي مشتركة معانا في كل الحشوات اللي احنا نحطها، لكن هنضيف عليها مثلا الروز بيف أو التركي جوه الميني ساندوتش أو الميني بيتزا. هنضيف برضو صدور فراخ مشوية. يعني أي حشو احنا عايزينه هنضيفه للطبق ده. شايفين بقى العجين بعد ما خمرت؟ عايزه اقول لكم ان انا بعجن العجينه دي الفجر واخلص كل ورايا، وبعد كده بقى ايه ابدا ان انا اجيبها واشكلها كده زي ما انتم شايفين. هنزلها بقى على مفرش سيليكون او اللي انا هعجن عليه، يعني على دقيق، لانها بتلزق شويه معايا، والعجينه الناجحه فعلا هتلاقوها بتلزق شويه كده. ننزل بقى بالعجينه بالشكل ده. طبعا فضينا الهواء منها، وهبدا بقى ان انا اقسمها قطعتين. قطعه هعمل منها الميني بيتزا، والقطعه التانية هعمل منها الميني ساندوتش. بالشكل ده كده هنلمها بالدقيق، وهنقسمها واحطها على صينية برضو عليها دقيق بالشكل ده. طبعا هي بتلزق اكتر في ايدي كمان عشان الجلافز. هنسيبها بقى ترتاح 10 دقايق، وبعد كده هنبدأ بأسهل حاجة وهي الميني بيتزا. هفرد العجينة بالشكل ده. شايفين بتتفرد بكل سهولة. اتعجنت كويس وسيبناها كمان ترتاح كويس. دي بقى كوباية كده من بتاعة اللانش بوكس بتاعة العيال، بجيبها وبقطع بيها الميني بيتزا بالشكل ده. هنشيل بقى الزيادات. طبعا تقدروا تقطعوا باي قطاعه واي شكل انتوا عايزينه. هنشيل بقى الزيادات دي كلها وهنلمها كده ونركنها 10 دقايق ونفردها تاني ونكمل بيها شغل عادي خالص. وقبل ما افرد العجين خالص كنت مشغله الفرن عشان يسخن. ضروري جدا ان الفرن يسخن قبل ما نحط فيه المخبوزات. جبت بقى الصينيه وكنت دهناها زيت، وهبدا ارص فيها الميني بيتزا بالشكل ده.
بعد كده هجيب شوكة واخرم العجين، واجيب بقى صلصة البيتزا اللي احنا لسه عاملينها ونبدأ نحطها على العجين بالشكل ده. والطبق بتاعنا اللي احنا عملنا فيه الميكس جبن وزيتون وفلفل هنبدأ نحط شوية بشوية بالشكل ده. خلصنا كده شوية دول ندخلهم الفرن على طول وما نركنهاش. اللي كنت بعمله كنت بسويه اول باول. تعالوا بقى نبدأ في الجزء التاني اللي هنعمله ميني ساندوتش. هبدأ أقسم العجينة كور صغيرة بالشكل ده، كل كورة حوالي 40 جرام. تقدروا تصغروها عن كده أو تكبروها عن كده، لكن ال 40 جرام كانت مناسبة معايا جدا. هقسم بقى كل العجينة بالشكل ده، ادتني حوالي 20 قطعة. هنسيبهم يرتاحوا 10 دقايق كمان، وبعد كده هبدأ أشتغل فيهم. أول حاجة هعملها الفراخ المشوية، وجهزت كمان صينية عندي مدهونة زيت. هاخد بقى كورة كده من العجين اللي ارتاح ده وابدأ افردها بايديا، وبرضو نخرمها بالشوكة، ونحط صلصة البيتزا ونحط الفراخ. ومن الطبق اللي احنا قلنا مشترك معانا في كل الحشوات اللي هو طبق الميكس جبن على الفلفل على الزيتون، ناخد شوية كده ونحطهم. والفكرة هنا بقى في التقفيل، لازم نقفل العجينة كويس كأننا كده بنعمل عيش فينو. وممكن نسيبها مدورة بالشكل ده وندخلها عادي الفرن بالشكل ده كده من غير ما نقفلها. لكن احنا مثلا عايزين بقى نخليها كده للسندوتشات بتاعة المدرسة، الحاجات دي بتبقى سهلة جدا، ولو عملنا كمية وحطيناها في الفريزر بتسهل علينا جدا. هنحط بقى صلصة البيتزا بالشكل ده، الحشو بتاعي زي ما قلت لكم الفراخ وعليه الجبن، ونضغط كويس جدا الحشو، ونقفلها بقى من الجناب ونقفلها رول كده، نقفل كويس جدا بالشكل ده. هوريكم واحدة كمان عشان تبقى واضحة معانا كده التقفيلة بتاعتها. واهم حاجة زي ما قلت لكم نقفلها كويس عشان الحشو ما يقعش منها ويبوظ لنا الشكل خالص. بالشكل ده كده اي حشو بقى هنعمله بالطريقة دي، هنحط الحشو والجبنة ونقفل بالطريقة دي بالظبط. هنرص بقى الحاجات دي كلها في الصينية بالشكل ده، ونسيب مسافات بين كل ساندوتش والتاني عشان ما يلزقوش في بعض. وبعد كده هندهن الوش برضو بتاع المخبوزات صلصة البيتزا، ونحط كده ايه شوية جبن، ونحط الحشو اللي احنا حطيناه جوه هو اللي احنا هنحطه بره. وده اللي بيميز عندي المخبوزات جدا. تقدروا تحطوا مثلا سمسم او حبة البركة، او تعملوا زي ما هعمل كده. انا بحب احط الحشو وشوية جبنة كمان تبقى تجنن بالشكل ده، وندخلها الفرن. وهتطلع معانا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينها ده، بتبظ كده من كل حتة. انا عملت زي ما قلت لكم فراخ مشوية، وعملت كمان ميكس تركي وروز بيف طالع يجنن. وادي كيلو دي اللي طلع لنا حاجات كتيرة قوي زي ما انتوا شايفين كده. نقدر ناخدها ونشيلها في الفريزر ونطلعها وقت ما نحتاج، بتبقى طازة وحلوة جدا جدا. اهم حاجة تتشال في نفس اليوم اللي اتخبزت فيه. شايفين بقى الحشو بيبظ منها ازاي، تحفة ويجنن. وجربوا العجينة دي في اي مخبوزات هتعجبكم جدا. وكل اللي خدها مني وجربها الحمد لله عجبتهم جدا، ودايما بيطلبوها مني. وهفكركم ان احنا كل يوم حد من كل اسبوع معانا اليوم القمر ده، يوم المخبوزات الحلوة دي. وبس كده.